يترقب الكثير من أنصار المنتخب الوطني الجزائري بشغف كبير عودة نجم نادي الترجي الرياضي التونسي يوسف بلايلي إلى صفوف كتيبة الخضر ابتداء من تربص شهر مارس المقبل. وكشفت عدة مصادر رياضية أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قرر استدعاء بلايلي لخوض تربص الشهر المقبل. كما أكدت تلك المصادر أن التقني البوسني بات مقتنعا هذه المرة بضرورة عودة مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي إلى صفوف منتخب الجزائر استنادا إلى معطيات عدة. وأدرك صاحب 61 عاما أن مستوى يوسف بلايلي بات ثابتا مع فريقه التونسي، وهو ما عكسته أرقامه المبهرة في منافستي الدوري ومسابقة دوري أبطال إفريقيا. وبحسب مصدر موقع وين وين الرياضي فإن بيتكوفيتش أصبح يدرك جيدا أهمية قيمة بلايلي الذي كان اسمه دائم الحضور في قائمة المنتخب الجزائري الموسعة منذ تعيين التقني البوسني. وكان الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش يتابع دائما وباهتمام كبير ما كان يقدمه الجناح الأيسر مع نادي مولودية الجزائر الموسم الماضي وما يقدمه مع الترجي التونسي الموسم الحالي. عودة النجم يوسف بلايلي إلى صفوف منتخب الجزائر باتت وشيكة جدا بعد غياب لأكثر من عام. بيتكوفيتش على يقين بأن بلايلي جاهز فنيا وبدنيا للعودة إلى صفوف منتخب الجزائر بدليل انتظام مستوياته الفنية منذ الموسم الماضي وابتعاده عن المشاكل الانضباطية. وسيراهن الناخب الوطني كثيرا على خبرة بلايلي الكبيرة في القارة الإفريقية من أجل تحقيق نتيجتين إيجابيتين في المواجهتين المقبلتين. ويرى بيتكوفيتش أن ما يقدمه الجناح الأيسر الجزائري مع نادي الترجي التونسي في الدوري التونسي ومنافسة دوري أبطال إفريقيا تأكيد على ما سلف ذكره. بيتكوفيتش مقتنع بأن يوسف بلايلي سيكون قيمة مضافة للمنتخب الجزائري في الفترة المقبلة بفضل خبرته الإفريقية وإمكاناته الفنية الكبيرة المهمة في مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2026.